النهارده الثلاث مباريات في الدوري النهارده كانوا كاشفين جدا ببساطة شديدة عن مين هو البطل. عن فرقة بتنزل بتعاني قدام فرقة تانية في الدوري اسمها سموحة، بتعاني بطلوع النفس عشان يدخلوا جول وبطلوع النفس عشان يكسبوا، وهجوم كاسح على فرقة الزمالك. وفرقة تانية نازلة من أول دقيقة عارفة هي عايزة تعمل إيه وبتكسب ثلاثة. وفرقة تانية عن سيراميكا وبيراميدز الاثنين بيتعادلوا. وده يبين لك بشيء كاشف وبسيط هو الطبيعي اللي يكون مين هو البطل. البطل اللي بينزل يكسب على طول وبينزل يخلص الماتش بالثلاثة وبالأربعة، وده الشيء العادي. ولعبته بقت من الطبيعي ان هي تنزل تكسب وتعمل ضغط عالي وتستخلص كور وتهدد بكل اشكال اللعب وبتلعب بمنتهى الاريحيه وبتعمل كل حاجه في الكوره. وبين فرقه بتعاني قدام فرقه صغيره المفروض ان هي هتتسمى بطل الدوري ممكن الماتش الجاي، وما بين فرقه بتتعادل مع سيراميكا كليوباترا. فبالتالي من الواضح ومن الباين قدامك ما بين الفروقات في الثلاث ماتشات اللي اتذاعوا النهارده في نفس التوقيت، زمالك واهلي وبيراميدز، هو مين هو اللي كان المفروض يستحق بطل الدوري؟ مين هو اللي كان يستحق ان هو يتوج ببطوله الدوري؟ الموضوع بسيط وسهل، وسهل ان اي حد يشوفه ويبان قدامه ويعرفه. اكيد كان المفروض والطبيعي النادي الاهلي هو اللي يتوج، لو ده المسار اللي ما يمشيش في نهايه البطوله ونهايه الماتش الجاي اللي هو فاضل ماتش واحد في الدوري. لو المسار ده مش هيكون انه الاهلي هو اللي يكسب البطوله، ولكن اكيد في ماتش النهارده انت عرفت مين هو البطل ومين هو اللي يستحق ان هو يكسب البطوله فعلا.